السلام عليكم. أنا اسمي عبد الحليم حنيش، طالب في فرقة رابعة كلية حقوق حلوان. أنا هبدأ من المستشفى التخصصي بتاع عين شمس. كنت أنا بودي واحد صاحبي لقيته متعور اسمه محمد حازم من المستشفى، بس ما كانش في ضرب في الوقت ده، يعني ما كانش الجيش لسه دخل ضرب قنابل وكده. بعد ما دخلنا بالظبط بنص ساعة تقريبا بدأ ضرب القنابل في المستشفى. أنا كنت بقول إن الجيش عمره أو المجلس العسكري عمره ما هيكون بالغباء ولا بالحماقة اللي هو يخش يضرب الناس في عز النهار يعني في العالم ده كله. فعمري ما تخيلت إن الضرب هيبدأ بالسرعة دي. فكنت دايما بطمن الناس جوه المستشفى ما تقلقوش، لو هنضرب على بالليل وكده. بس بعد 5 دقايق بالظبط لقيت جوه حرم المستشفى في ناس بتتخطف من الثوار اللي بره، مش تبع المرضى، بيخشوا جوه وبيحصل فيهم نفس المنظر او نفس الموقف بالظبط اللي حصل مع ست البنات وحسن شاهين في ميدان التحرير. نفس الموقف بالظبط اتكرر قدامي على الاقل 4 أو 5 مرات، مع كل حد بيتاخد برابعه وينزل عساكر بينطوا فوق بطنه، واللي معاه طبعا كان معاهم سلاح ابيض، كانوا في السلاح كانوا بيغزوا في راسه وفي جسمه. انا قابلت دكتور لما رحت 28 دكتور بشري، وهو بعد كده اللي خيط المصابين يعني. ده كان واخد حوالي 4 مفتوح 4 حتت في راسه غير في جسمه. مسكنا هناك، فانا اول ما اتمسكت قلت للظابط اللي بيمسكني انا طالب في كليه حقوق مش بلطجي وهدومي مش مبلوله، وكنت برش ميه على الناس اللي موجوده قدام بتاعتي، قلت له انا هدومي مش مبلوله. فقال لي خلاص يا روح امك سهله. وده وعايز بس اكد على كلام الدكتور ده، هو كان دايما بيحاول يكسرنا، وكان دايما بيحاول يكسرنا نفسيا جدا يعني. فقال لي خلاص روح امك نحولك ونخليك بلطجي، العمليه سهله مش صعبه يعني. فلقيته بعدها بالظبط ان قطع التيشيرت وساحلني كده وشي في الارض كده رايح جاي، قال لي انت بقى كده ايه شكلك بقيت بلطجي اهوت يعني يا حمد، سهله يعني. بعديها بالظبط بدات كهرباء، عصايه الكهرباء في الجسم، وبعدين هو كان بيكهرب الاول على التيشيرت، فتقريبا صوت الكهرباء ما عجبوش يعني. بعدها على طول بدا يقطع التيشيرت على الاخر، وبدات الكهرباء في الجسم بالكامل على الجلد على طول. كان بيسخنها، كان في سرير كده بتاع مرضى تقريبا كان بيسخن العصايه عليه الاول كده وبعدين يعمل يدي في الجسم. بعدها خدوني حجزوني في حاجه كده عامله زي بلكونه، طبعا كل ده جوه المستشفى. وكانوا مستنيين ضابط اسمه احمد، ده ضابط في الصاعقه. الضابط ده عنده حوالي من 30 ل 35 سنه، قام حلوه. استنوا الضابط ده، وبعدين الضابط ده اول ما جه قال يا جماعه ما حدش يضرب، فانا قلت الحمد لله واحد هيجي ينقذنا اهوت يعني. فلسه بتكلم معاه لقيته ضاربني بالعصايه الطويله دي على ودني. وبعديها بدا العساكر في الوقت ده العساكر بقى كانوا زي افلام الاجنبي كده بتاعت مصاص الدماء، لما يبقوا جعانين كده وعايزين نص دم تلاقي مناخيرهم بتكبر كده وتروح وتيجي الخياشيم بتاعتهم. العساكر بالظبط كانوا عاملين كده. هم فين ولاد الكلب اللي عايزين يدخلوا الانجليز البلد؟ فانا بس اتصرفت وضحكت قلت له ما عادش في انجليز دلوقتي، في امريكا واسرائيل في. فالظابط ساعتها ضحك وقال بس يا ابن الكلب. بعديها الضرب كان شغال، وانا عايز اركز على حاجات معينه. انا يعني القصص كلها تكاد تكون مختلفه، بس انا عايز اركز على حاجات معينه. اول حاجه العساكر اللي كانوا بيضربونا باخلاص جدا، بيضربونا باخلاص، وهم فعلا بيدافعوا عن البلد، وهم فعلا شايفيننا خطر على البلد. ده اول ملحوظه يعني انا شفتها، لان العساكر ما كانوش بيضربونا اللي هو بيقضوا واجب او بيقضوا امر. العسكري شايف الناس دي خطر على امن البلد، وهو بيدافع عن البلد بضرب العساكر. بعديها خدونا على المكان اللي بيحجزونا فيه. المكان ده اعتقد حاجه تبع وزاره الدفاع. فاول ما دخلنا قالوا التشريف فشرفوا استقبلوا الراجل ده يا شباب. اول بقى الاستقبال ده كان في حد مسك كده شاكوش خشب راس كبيره كده. اول ما دخلت فانا عمري ما تخيلت ان هو هيضربني مش هيضرب على الدماغ ابدا يعني. فلقيت الشاكوش ده اول ضربه على الدماغ، فانا بص كده مسبهل كده في ايه يا عم انت يعني انا طول الوقت مش مدرك. انا مثلا لو انا يعني مثلا هيكون في سبب، لو انا مثلا بيعذبني مثلا عشان اعترف، يقول لي مثلا اعترف انت جاي من زلمه اعترف على كذا، هيبقى في سبب. بس انا مش شايف ابدا سبب للضرب، انا قاعد مستسلم تماما، بيضرب ما بردش، انا تحت السيطره تماما. في بتاع حوالي 7 أو 8 عساكر بيضربوا، فكان طول الوقت في استغراب من الضرب. فالشاكوش
بعديها نزل على راسي، بعدين نزل على دماغي، بعدين العسكري ده بقى اللي هو العسكري يا باشا ده ما جابش دم، انا طول الضرب ده ما اتعورتش خالص، يا باشا ده ما جابش دم، يا باشا ما جابش دم، والعسكري مصر العسكري مصر ان انا اجي تاني من جوه علشان يعورني، ودي كانت حاجه غريبه جدا يعني. تاني حاجه عايز اركز عليها، محدش قد الناس اللي قبض عليها عشان ضعف الجيش بعينه. احنا ناس شفنا ضعف الجيش بعيننا من جوه. الجيش وخاصه لما في 28 قعدنا مع ضباط في 28 ضابط اقسام اللي بالله، لولا البدله اللي هو لابسها لكان موجود معانا في العباسيه وفي اي مكان بيقول يسقط فيه حكم العسكر. وشفت ده متكرر من اكتر من حد، مش من حد واحد. محدش قد الناس، يعني انا تقريبا نسيت كل الضرب وكل حاجه وانا بتكلم مع العسكري ده، وده اتكرر معايا من 3 أو 4 عساكر اتكلموا معايا، واحد منهم المعادي وكانوا بيقولوا لنا دايما ان انتوا ما تزعلوش، العساكر اللي هناك دولت اصلا بيبقوا من الارياف وبيبقوا مغيبين تماما عن الواقع. وكمان معلومه انا عرفتها جديده ان العساكر دي اللي بتبقى على الخط بتبقى واخده منشطات. قالوا لنا بدون منشطات علشان بيبقوا مغيبين تماما عن الواقع اصلا يعني. تاني حاجه والحاجه الاهم اللي انا عايز اتكلم عليها اللي هي وضع الجنائيين جوه الزنزانه. انا لما رحت لقيت جنائيين، اول حاجه اللي سارق شنطه من حد بيتحبس في مكان ما يعرفش ينام فيه على السرير بتاعه من ريحه الحمام، واللي سارق بنك محبوس في مكان بياكل في الحمام من نظافه الحمام، واللي بيفصل بين الاثنين سقف 10 سم فوق، اللي سارقين البلد قاعدين اللي هم المستشارين وسارقين البلد قاعدين فوق 5 نجوم ثلاجه، في مراوح، فيه يخشوا كل مرتبه ولس من اكل وتنظيف دولي وحمامات نظيفه تحت، ناس قاعده اللي هم الحراميه الصغيرين قاعدين في مزبله، صرصور معدي من عليك، انت اصلا ما تقدرش تموته يعني، عشان انت لو مت هترجع على الارض وهيلم وينام، فانت بتشيل صرصور على جسمك تمشيتنا على الحته. ده وضع الزنازين احنا كنا فيه. والنواب المحترمين بتوع مجلس الشعب لما راحوا زارونا في الاستقبال بره، طبعا ما كانوش داخلين جوه، مش عارف ليه. النواب دي المفروض جايه تشوف احنا عايشين فين، المفروض تخش لنا الزنزانه جوه تشوف شكل الزنزانه عامل ايه والناس اللي عايشين فيها ازاي. دي اول حاجه. تاني حاجه لقينا ناس جوه محبوسه بقى لها سنه 3 اشهر، استئنافات، تجديد ومفيش اي حكم. ناس جوه عندها 17 و18 سنه جوه الزنزانه، قاعدين مع ناس يعني اباطره مخدرات جوه الزنزانه. يا باشا انت قاعد في الزنزانه كانك قاعد في المترو، برشام ابو شرطه مش عارف في حشيش وحشيش بانواعه. ده ناس عندها 17 سنه قاعده مع ناس زي دي. اخر حاجه او الحاجه الاخيره ان احنا لما دخلنا لقينا ناس من محمد محمود، اللي بتوع نفسكم صوار، اللي بتوع نفسكم نشطه سياسيين، في ناس وراكم محمد محمود لسه محبوس لحد دلوقتي، وناس من مجلس الوزراء، وانا متاكد ان النهارده بيتعمل فيه مؤتمر صحفي وبيتعمل دوشه وش اعلامي، وبعد شويه هنطلع الطلبه وهنطلع الناس المعروفه والباقي هيتنسي. واحنا اقسمنا بالله، قعدنا مع بعض في الزنزانه واقسمنا بالله ما هنسيب حد ورانا. انا واحد اشتراكي وكان معايا ناس اللي في الزنزانه، اقسمنا بالله ولا اشتراكي هيسيب سلفي ولا سلفي هيسيب اشتراكي، ومش هنطلع الا لما نكون كلنا بره. الناس اللي بتتكلم على تسليم السلطه والسلطه هتتسلم وهيبقى في سلطه مدنيه، بس عايز اقول لكم ان مفيش نظام بيتبنى على الظلم، وطول ما في ناس مظلومه في السجن، سواء الناس دي مظلومه في محاكمات عسكريه او محاكمات جنائيه، النظام اللي جاي عمره ما هيكون نظام طاهر ونظام قوي طول ما في ناس في الزنزانه. واخر حاجه انا بقولها، بكره جاي بنهار يستاهل المشوار. شكرا.